خايف يجيلك روماتويد او عندك روماتويد والحمد لله وصلنا لمرحلة نوم للمرض خالص وخايف ينشط تاني؟ 5 حاجات الدراسات بتقول لو عملتهم الروماتويد عندك بإذن الله سبحانه وتعالى فرص نشاطه تقل قوي. هقول لكم النهارده على 5 حاجات لازم كل واحد خايف من الروماتويد يعملهم. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. اول حاجة بطل تدخين. لو ما بتدخنش طيب ما تقعدش مع حد بيدخن، قاطعهم حتى المدخنين دول، لان الحقيقة الدخان حتى لو سلبي بيضر جدا. نمرة 2 العب رياضة، قوم اتحرك يا اخي، امشي نص ساعة كل يوم. احنا قلنا نص ساعة 5 ايام في الاسبوع. مش عايزينك تروح الجيم، مش عايزينك حتى تنزل تلعب رياضة تتعلم بوكس، العب بس رياضة بسيطة زي المشي نص ساعة 5 مرات في الاسبوع. الحاجة التالتة حافظ على وزنك. لو هتزيد ما تزيدش وتوصل للسمنة، وما تقلش قوي وتمنع الاكل زي ما بشوف ناس كتيرة قوي تمنع نفسها عن الاكل ونوصل للهزال. مهم قوي كمان نظام الاكل، اكل صحي. وخلاص استقر العالم كله على ان نظام البحر الابيض المتوسط هو الاكل الصحي. اللي هيقول لي كيتو، اللي هيقول لي مضاد للالتهاب، اللي هيقول لي انا قريت كذا، انا عملت كذا على الانترنت. المؤسسه الامريكيه للروماتيزم قالت ان احسن غذاء لمرضى الروماتويد او للمرضى اللي عندهم مشاكل في المناعه هو غذاء البحر الابيض المتوسط. ايه بقى غذاء البحر الابيض المتوسط ده؟ كتر في الفاكهه، الخضار، اشرب 2-3 لتر ميه، السمك، منتجات البان بدون دسم، ولازم يبقى فيه كمان عسل نحل، ومهم قوي 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 انك تاخد حبوب كامله وشويه مكسرات. اخر حاجه ابعد عن الزعل الشديد. بطلوا يا جماعه توتر، ابعدوا عن الهم. لو عملت ال5 حاجات دول باذن الله سبحانه وتعالى مستوى الروماتويد عندك مش هيعلى. انا عارف ان هم مش سهلين بس لازم نحاول، لان الدراسات قالت ان اللي عملوا كده فرص ظهور الروماتويد عندهم قلت، ولو عندهم روماتويد فرص التحسن بتبقى كبيره جدا. ودمتم سالمين.